السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ بالفيديو لازم نصلي على النبي. احنا ان شاء الله النهارده هنعمل معاكم بسكوت النشادر. بسكوت النشادر انا ما بحبش احط فيه بيض. عاوزه تحط بيض حط، بس انا ما بحبوش بالبيض. انا هعمل مقدار 6 كيلو دقيق. ال6 كيلو دقيق عليهم، او هقول لكم مقادير ال3 كيلو وزودي انت براحتك. ال3 كيلو دقيق عليهم كيلو وربع سمنه. كيلو وربع سمنه، عاوزه تحطي بلدي عاوزه تحطي سمنه عاديه حط. كيلو وربع سمنه، كيلو وربع سكر، وباكو ونص بيكنج باودر، ومعاكي وحدتين فانيليا خام، ودي فانيليا بالبرتقال. ما لقيتيش فانيليا بالبرتقال حط فانيليا عاديه. ومعانا سمسم، ومعانا كاكاو عشان هعمل للعيال بسكوت بالشوكولاته. ودي النشادر هناخد منها معلقه كبيره. ومعانا عصير البرتقال، دي عصير برتقال على لبن. جايبه نص كيلو برتقال ونص كيلو لبن، دول على ال6 كيلو. ومعانا جوزة هند. انا هجهز بقى الحاجات دي، وهقول لكم احنا هنعمل ايه بالظبط، وهقول لكم على كل حاجه بالتفاصيل. خليكم معايا، هو الفيديو معلش هيبقى طويل شويه، بس علشان فيه تفاصيل لازم تعرفوه. الدقيق انا نخلت الدقيق اهو. هنحط على الدقيق بقى، هقول لكم احنا هنحط على الدقيق معايا هنا ب 10 جنيه سمسم. انا منقياه. هنحط السمسم اهو. دي الحاجات اللي انا هنحطها على الدقيق. ادي ب 10 جنيه سمسم. انا عامله 6 كيلو دقيق، هحط 3 بيض. كل 3 لهم باكو ونص. اهو. المواد الجافه الاول بتتحط على ايه لوحدها. اهو. ادا كده كام؟ ال3 البيض. معايا بقى جوزة الهند، لازم اطحنها عشان تبقى ناعمه، عشان لو بقت خشنه هتخلي البسكوته ايه مشققه. هطحنها وارجع لكم تاني. جوزة الهند انا طحنتها اهي. ادا مطحن. وهعمل كمان واحد، هي بتاخد يعني ب10 جنيه جوزة هند. ادا المطحن التاني اهو. دول مطحنين جوزة هند، يعني ب10 جنيه سمسم وب10 جنيه جوزة هند. دي مقادير ال6 كيلو. انا هعمل لكم المقادير في صندوق الوصف. معانا النشادر اهي. دول 6 كيلو دقيق عليهم معلقه كبيره من بتاعه الاكل. اه. معلقه اهي من بتاعه الاكل على 6 كيلو اهي دقيق. يعني معلقه مليانه شويه، هحط كمان شويه صغيرين. دول بتقلبوا في بعضهم. هنقلبهم في بعضهم اهو. دي المكونات ايه الجافه بتاعتنا. هنشيل دول، وهنجيب بقى المكونات السائله اللي احنا هنضربها بالمضرب. عندي الميزان اهو. ده كيلو وربع، بس دول زايدين شويه. معانا كيلو وربع سمنه اهو. دول على ال3 كيلو انا هحط 2 ونص. معايا ايه ال3 كيلو اللي كيلو وربع التانيين اهو. لازم ميزانك يبقى بالظبط اهو. كيلو وربع وكيلو وربع. هنفضهم في الطبق الكبير ده. هنوزن معاكم السكر. انا هعمل 6 كيلو، يعني المفروض يبقى معايا 2 ونص. السكر يبقى مطحون ناعم. هنوزن 2 كيلو ونص معاكم اهو. انا ماشيه معاكم بالتفاصيل بالراحه، علشان ايه تعرفوا تظبطوا الحاجات بتاعتكم. اظبط كيلو ونص اهو. 2 ونص. لازم مقاديرك تبقى مظبوطه. لو مقاديرك طلعت زايده شويه ايه الحاجات منك البسكوته بتاعتك هتلقاها لا فرشت لا سايحه، ما تعرفوش تطلعها من المكنه اللي انت هتعمليها فيه. انا ماشيه معاكم بالجرامات خالصه. هنظبط الميزان بتاعنا اهو.
هنفضيهم رخرين مع السمنه بتاعتنا. هفضيهم واحوش الميزان ده وهاجيلكوا بقى. السكر بتاعي انا طحناه في البيت، عاوزه تجيبيه مطحون من بره هاتيه، بس انا طحنته عندي في البيت. بنخله اهو عشان اتاكد اللي هو ناعم. كل ما يكون ناعم هيبقى سهل معاك في المضرب. بتعمليه اهو. هننخل السكر بتاعنا وهاجيلكوا بقى بعد ما هننخله. هفضي الفانيليا معاكم اهو. دول 2 فانيليا خام. دول 2 فانيليا خام اهم. ومعايا 2 فانيليا بواقع عاديه بالبرتقال. انا كنت الاول بحط البرتقال اللي هي الازاز اللي بتيجي دي، بس لما لقيت الفانيليا الخام اللي هي ديت بالبرتقال جبت منها وعملت برتقال طبيعي احسن اهو. دي بتديلها ريحه وبتديلها طعم حلو. هنيجي بقى بالمضرب بتاعنا دول نقعد نضرب فيهم لغايه ما يبقوا عاملين زي الكريم. هنضرب اهو. هنشغل لكم المضرب واحنا بنعمل. هنضرب بقى اهو السمنه والسكر. هنضربهم لغايه ما يبقوا عاملين زي الكريمه، لغايه ما يتجانسوا كلهم مع بعض عشان نلخبطهم على الدقيق. هنضربهم بقى ونرجع لكم بعد ما نضربهم ونوريكم المرحله بتاعته اللي وصلت له اهو. بقى عامل زي الكريمه معاكم اهو. ضربته. هنروح احنا جايين بقى نفضينه على الدقيق ده كله. هفضيه اهو. هنبسها اهو. نلخبطها كله مع بعض كده بايدك كده اهو. لمي بقى حبايبك بقى وعيالك واقاربك واقعدي بقى ايه اعملوا الكحك والبسكوت. هو ما بيحلاش الا باللم، يعني مش هيحلى بيكي لوحدك. لما حبايبك واصدقائك معاك كده مالكيش قرايب حتى اصحابك. هنقعد نبس فيه لغايه ما الدقيق كله يشرب من خليط السكر ومن خليط السمنه اللي احنا عاملينه. وهرجع لكم بقى واحنا بنحط السوائل اللي هو اللبن والبرتقال اهو. انا قعدت ابس فيها اهو لغايه ما عادش فيه دقيق خالص. شوفي ما عادش فيه دقيق خالص اهو. كل السمنه والسكر اتلخبط في الدقيق اللي انا عاملاه. هنبدا بقى نضيف الخليط بتاعنا ده زي ما قلت لكم نص كيلو برتقال ونص كيلو لبن. ضربتهم في الخلاط وتصفيهم بمصفى ناعمه عشان ما يبقاش فيهم تافه. هنحط بقى السوائل بتاعتنا وهنعجن. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. حط السوائل بتاعتك اهي. دول نص كيلو برتقال ونص كيلو لبن. هتحتاجي تاني كل دقيق تبع السوائل اللي هو بياخدها. في دقيق بياخد سوائل كتير وفي دقيق ما بياخدش سوائل كتير. انت تحطي انت حبه بحبه احسن ما ترجعي تحتاجي سكر وهتحتاجي سمنه وهتحتاجي حاجات. احنا حطينا اهو. انا هقلب وهقول لكم هياخد مقدار قد ايه سوائل تاني. انا كده حاطه نص كيلو لبن ونص كيلو برتقال. هقول لكم هياخد سوائل تاني معايا قد ايه. خدت معايا كمان انا كنت قايله لكم نص كيلو لبن ونص كيلو برتقال. خدت معايا كمان نص كيلو لبن ونص كيلو برتقال، يعني ال6 كيلو عاوزين كيلو برتقال وكيلو لبن. انا حاططها في المكنه اهي عشان تختبرها بقى قبل ما تطلعي تخبزي. المكنه بتاعتي انا ربطتها اهي اهي. وهتدوري شوفي ما شاء الله اهي. تجربي قبل ما تطلعي فوق اهو. الصبع معاكي طالع ما شاء الله حلو اهو. طالع معاكي مظبوط وحلو كده جميل. لقيتيه مرق شويه وبيلزق او بيقطع شويه دقيق صغيرين قيمه تيجي ربع كوبايه دقيق. هتلخبطوهم عليه هتلقاه حلو. احنا هنحوش حته عجينه عشان نعمل بالشوكولاته. هوريها لكم محوش حته العجينه والم الحاجات اللي حواليها دي. انا خدت حته من العجين بتاعي عشان هعمل بسكوت بالشوكولاته. بتجيب الكاكاو والبودره بس تجيب الخام، ما تجيبيش اللي هو المحلى المسكر. هتيجي تعمليه محوله اكنك حطيتي اي حاجه وهتعجنها ببعضها بس كده اهي. لو انت عاوزه يعني بسكوت بالشوكولاته ماشي، يعني ما هيش اي حاجه ولا هتحط لها اي حاجه تانية. هي انت بتطرها في قلبها كده بتدخلها كلها في بعضها وخلاص. هدخلها كلها في بعضها وهاجي لكم بعد ما نعجنها كده في بعضها. انا عجنتها في بعضها اهي زي ما انتم شايفينها اهو. هنسيب بقى العجين بتاعنا ده يرتاح على الاقل حاجه ساعه علشان السمنه تمسك فيه كده ويبقى حلو عشان يعرف ينزل من المكنه حلو. هنعمل له هنرتبه ويرتاح ساعه وهنجيلكوا بقى واحنا بنخبزه في الفرن. طلعنا على السطح اهو ولا عند الفرن بقى حسب ما انت حاطه الفرن بتاعك. شوف انت حطاه فين. هنطلع بقى علشان نرص البسكوت. رصيناه اهو ودخلناه الفرن. بترصيه في الصواني والفرن بتاع ناره وسط من فوق واطيه زي ما انا مورياك النار اهي، ومن تحت نفس الدرجه واقل منها كمان. بتحطه في الفرن وتقعدي تديري في الصينيه بالراحه لغايه ما تلقي الارضيه بتاعته احمرت ووشه بدا يصفر كده بقى لونه دهب. البسكوت بتاعنا طلع اهو ما شاء الله. الارضيه بتاعته من تحت لونها حمرا وحلوه ومن فوق ذهبي خفيف. ما تحرقيهوش. انت حسب بقى الدرجه اللي انت بتحبي اللون بتاعك. الدرجه بتاعتك بتحبها غامقه بتحبها فاتحه
انتظروا مننا بقى، هنعمل لكم فيديوهات تانية كتير، ولسه معانا الكحك والحاجات التانية. هنيجي بقى للبسكوت بتاع الشوكولاته، نفس النظام بتاع البسكوت التاني، بس السويه بتاعه بتغيبي فيه شويه. معانا اهو هنفرح بقى اولادنا. ناخد حته عجينه بيضه وحته عجينه بالشوكولاته، وهنعملها هنعمل كور صغننه كده زي ما انتم شايفين، كور صغننه بيضه وكور صغننه شوكولاته. وبنيجي بقى بنحط اهو كورتان كده وكورتان كده، وبنروح جايين مكورينهم لفينهم على بعض زي ما انتوا شايفينهم اهو، وتروحي جايه مبططاها تبطيطه بسيطه كده. هنفرح الاولاد وهنعمل لهم اشكال يفرحوا بيه، زي الكوكيز، زي بسكريم، البسكوت اللي هو بالشرى من بره. ويكون احنا بقت معانا شوكولاتات شيبس بنزوق بها زي ما انت عاوزه تزوقيه زوقيه، مش عاوزه تزوقيه حطها كده برضو بيبقى شكلها حلو. ومعانا الصينيه بتاعتنا بنرصص فيها برضو الحاجات دي، هنحطها في الصينيه زي البسكوت التاني، زي بسكوت الشوكولاته وزي البسكوت الابيض اهو. بنحط في الصينيه اهو زي ما انتم شايفين الاشكال ما شاء الله حلوه اهي. ومعانا بقى الشوكولاته الشيبس، بناخد الشوكولاته الشيبس بتاعنا الصغنونه، عاوزه ما تحطي ما تحطيش، بس انا بفرح الاولاد يعني، هو يوم في السنه بنفرحهم بالحاجات اللي احنا بنعملها اهو. هتحط بقى الشوكولاته الشيبس الصغننه اهي، بترصصها كده على البسكوت، بتديله منظر جميل والاولاد بتفرح منه اهو. شد الشوكولاته الشيبس اللي انا بقول لكم عليها اهي، مش عاوزه تحطيها ما تحطهاش، انا ما باذنكش بحاجه، بس احنا بنفرح الاولاد وبنبسطهم. وكل عام وانتم بخير، يعني هو رمضان مشى والعيد، ولازم نعمل حاجات العيد ونفرح العيال ونفرح نفسنا برضو، يعني مش العيال بس، ونفرح نفسنا مع العيال. هنعمل بقى معاكم بسكوت بقى نزوقه زي اللي بيجي بتاع الافراح، وهنعمل معاكم الكحك، وهنعمل معاكم المحوجة الصفراء. انتظرونا في الفيديوهات دي، ويا ريت تدعمونا وترفعوا لنا اللايك علشان نوصل بكم ان شاء الله. شوفوا ما شاء الله دخلناها في الفرن اهي، شوفوا منظرها ما شاء الله حلوة ازاي. العيال بتفرح بقى بالحاجات دي، بتنسوا البسكوت التاني خالص وتلقاهم فرحانين بالحاجات والبسكوتات الحاجات دي. واحنا يا كبار برضو بنفرح بقى، يعني شكلها حلو، وبتبقى في التقديم برضو شكلها احلى. البسكوت بتاعنا اهو طلع، بنرصيه بقى زي ما انت عايزه ترصيه. بسكوت الشوكولاته برضو بنرص اهو، برص في جردل، عندك صفيحه بترص في صفيحه، بترص في اي حاجه زي ما انت عاوز، بس انا عندي الجردل برص فيه احسن، وبيبقى اوسع، يعني تعرفي تمدي ايدك في الجردل وترصي فيه عن الصفيحه.